في الظروف اللي بتحصل والأوقات العصيبة اللي احنا بنمر بيها، وبالذات في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي 7 أكتوبر 2023 اللي بيحصل في المنطقة العربية. كمية المشاعر الجياشة وكمية الألم وكمية الأسى والجريف والغضب والحزن والإحساس بقلة الحيلة اللي بيطلع علينا، والإحساس بالظلم والإحساس بإنه إحنا محطوط علينا وإنه أصواتنا مش مسموعة وإن إحنا حابين نوصل للعالم فكرتنا ومش نافع. وكل المشاعر الغاضبة دي تأثيرها على جسمنا بيكون قاسي جدا وبيبقى كانس، بيبقى قوي وجارف، ومحتاجين إن إحنا نبقى واعيين بالموضوع ده، لأنه إحنا أول حد هيتأذي جسدك وإنت ونفسك. النفس هتكون أول انتيتي وأول كيان هيتأذي بالخوض في المعركة النفسية اللي أنت بتمر بيها دي. ناس كتيرة حاولت إنها تساعد الموضوع وتتكلم من الناحية النفسية وإزاي نقدر نحافظ على نفسنا، والحاجات دي كلها كلام جميل جدا، وأنا يعني كنت بحاول أشارك في القصة دي. أنا النهاردة جاي أتكلم على موضوع مهم جدا. الانجراف ده والأذى النفسي اللي ممكن يكون بتتأذي بيه أنت أو الواحد، محتاجين نلاقي له طريقة علشان نحمي نفسنا من الأذى بدل ما ياكلنا ويحرقنا إحنا. أول حاجة، الشعور بالغضب اللي أنت بتغضبه ده جامد قوي، محتاج إنك توجه الطاقة دي توجيه إيجابي مش توجيه سلبي. بشوف ناس كتير بيسبوا ويلعنوا في الطرف الآخر وفي الكيان وفي تصرفات الكيان وفي الظلم العالمي والظلم الدولي، وبتكون في المجال المغناطيسي بتاع الغضب وفي المجال المغناطيسي بتاعهم وفي المجال المغناطيسي بتاع انه طاقتك اللي بتحطها دي ما بتساعدكش خالص، بل بتساعد اكتر على انها تهدر طاقتك وانها تقوي الطرف التاني وتقوي الغضب من الناحية التانية. محتاج انك تركز انت عايز تحط طاقتك فين، تحط وعيك فين. زي ما اخواننا الشوام بيقولوا دير بالك. محتاج تبقى عارف انت هتدير بالك على ايه. انت محتاج تدير بالك على رفع الوعي، محتاج تدير بالك على انك تتحدث بالحقيقة، محتاج تدير بالك على حلول خلاقة. انما حرق البنزين وحرق الطاقة في الغضب والمرارة والدعوة على، ودي نقطة مهمة جدا كمان، الناس اللي بتقعد تدعي على مفيش حاجة اسمها دعوة على فكرة. الدعوة على دي انت ممكن تقول انه هتأذيك انت اول ما هتأذي اي حد. احنا بندعي على ناس كتيرة جدا على فكرة بقالنا كتير ومفيش حد خالص. الدعوة دي أئمة المساجد وبعتقد الكنائس كمان ممكن يدعوا على ناس، وانا مش عارف الدعوة دي بتفيد في ايه. انت شوف انت عايز تعمل ايه، انت تسعى في الاتجاه بتاعك. انت عايز توعي الناس، عايز انك تنشر صوتك، حابب ان الناس يسمعوا الاصوات العربية، يسمعوا اكتر الاصوات الغربية اللي بتدعم القضية. كل ده كلام محتاج انك تركز فيه وتبطل تهدر طاقتك في طاقة غضب. انا عارف ان الكلام ده مش سهل، وعارف ان الكلام ده فيه تحدي جامد جدا بيتحدانا، والغضب بياكلنا وبيعترينا وبيسيطر علينا يعني بلا وعي. لكن حابين كمان نوعي انه احنا اول ناس هنتأذي من الغضب ده. انت جهازك العصبي اول حاجة بتتأذي وبتخش في فلايت ريسبونس. جهازك العصبي يبقى عاوز ان هو يحارب في الموضوع، بس ما فيش حرب في اي حاجة، فهو بياكل نفسه. وتصرفاتك وافعالك وسعيك من اجل التغيير بيبقى مشتت جدا وبيبقى مكبل بالغضب اللي هو ما فيهوش تفكير سوي، ما فيهوش اتجاه واضح انت عايز تحط طاقتك فين. فأرجوكم حافظوا على جهازكم العصبي، أرجوكم وجهوا طاقتكم في مجال السعي اللي عايز تسعى فيه. تدعي للناس بالوعي، تدعي للغرب بالهداية، تدعي لليهود في العالم كله إنه يكون أفواههم أكثر حكمة وأكثر منطقية في التحدث لإخواتهم اليهود والغربيين المناهضين للقضية دي أو مناصرين للقضية دي، إن هم يبقوا مفوهين أكتر. ندعي في أشياء في اتجاه اللي احنا عايزينه.
ندعي للتحرير، ندعي ان الناس يلموا حاجاتهم ويروحوا بيوتهم اللي هم جم منهم، الاراضي اللي هم جم منها منذ 10 15 20 30 او حتى 40 50 سنه، مفيش مشكله يرجعوا. الناس دي يمكن لو اتوعت انها تعرف ان احنا ملناش مكان هنا فيمشوا، فده يساعدنا برضو في الاتجاه بتاع القضيه بتاعتنا. فحاولوا انكم تكونوا اكثر وعيا، اكثر تركيزا، عارفين احنا هنحط طاقتنا فين. انما اهدار الطاقه لا يفيد، بيعمل تشتيت جامد جدا وبيحرقنا احنا اول ناس. وربنا يوفقنا جميعا، لانه انا يعني عارف كويس ان الموقف جلل وشديد وصعب، لكن ان شاء الله الواحد متفائل خير، والتفاؤل فريضه انسانيه. التفاؤل ده مش عند اي مخلوق غير الانسان، فخلينا متفائلين ومركزين طاقتنا، وربنا يقوينا ويعيننا على اللي احنا فيه، وطبعا يعين اخواننا اللي هناك لان هم اللي في الموضوع اصلا. احنا ايدينا في الميه، احنا فركزوا سعيكم علشان نقدر نكون عون للناس دول، عشان هم تعبوا قوي. ربنا معاهم ويكون معانا احنا كمان في ان احنا نقدر نعينهم يا رب. اشكركم. حاولوا انكم توسعوا الفيديو ده، دي اول مره اطلب نشر فيديو على اوسع مجال. حاولوا انكم توسعوا الشيرنج وان احنا نوعي الناس بالنقطه دي. ركزوا طاقتكم يا عرب، رقصوا، ربنا معانا. وان شاء الله دي هتكون بدايه النهايه يا رب. خلينا نركز طاقتنا في ان احنا نبقى شايفين انها ان شاء الله باراده الله بدايه النهايه يا رب.